السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير أحبابنا الكرام في مصر وخارج مصر. النهاردة هنعمل لكم وصفة جميلة حلوة قوي. هنعمل معاكم صينية سمك اللي هو الشبار، وهنعمل كابوريا، وهنعمل سمك مقلي، وزي ما انتوا شايفين، وهنعمل جنبه شوية رز بالشعرية. يلا تابعونا في الوصفة خطوة بخطوة، هتعجبكم قوي الوصفة دي أكلة بورسعيدي 100%. هنا صينية السمك عملتها وتبلتها بالفلفل والطماطم والبصل والثوم كده زي ما انتوا شايفين، ورفعناها على النار. وهنروح بقى نعمل معاكم شوية جزر بالبرتقال زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الجزر بالبرتقال ده مليان فوائد جميلة جدا، مليان فيتامينات، فيتامين س وفيتامين د. وصينية السمكة هي قدامكم بدأت تغلي، وهنتركها بقى شوية على بال ما تستوى ونعمل معاكم العصير. هنا عملت عصير البرتقال اهون زي ما انتوا شايفين. هنرجع تاني لصينية السمك بتغلى هي على البوتاجاز بتستوي. الله على الريحة وجمالها. هنغطي عليها كده تاني ونسيبها برضو تستوى شوية مع نفسها. وهنرجع تاني للعصير. وهنا كده بقى بدأت ضفت البرتقال على الجزر وبقلبه كده زي ما انتوا شايفين عشان يتخلط مع بعضه. هنا قوامه بقى تقيل كده، يعني ممكن نضيف عليه مية نخففه برضو شوية لان كده هو خام. بص تقيل معانا ازاي، لازم يتخفف بمية. هنحط عليه بقى مية وسكر ونخففه، وهتشوفوه معانا دلوقتي واحنا بنقدمه في الدورة. كده خلاص اصبح جاهز معانا. القوام بتاعه جميل ولونه جميل وكله فيتامينات، زي ما انا قلت لكم. فيتامين س اللي فيه طبعا حلو للبرد، وفيتامين د حلو للعظم وللنظر، حلو قوي كله فوايد. وهنا جبت الدورق بقى وهصبه في الدورق. معلش لو كانت الكاميرا بتتهز لان بصور بايد وبشتغل بايد. هنا هبدأ اصب اهون، خلاص صبيته في الدورق اهون بقى جاهز معانا. هنرجع تاني بقى نعمل شوية رز بالشعرية كده حلوين محمصين. حطينا شوية الزيت وحبة شعرية وبنقلبهم تتحمر. وطبعا غسلة الرز ومصفياه. هنجيبه كده نحطه على الشعرية. بعد ما الشعرية اتحمصت اهي معانا، جبنا الرز وحطيناه عليها. وهنديله كده تقليبة مع الشعرية، ياخد ويدي كده مع بعض ويبقى طعمه حلو كده ومتحمص الرز مع الشعرية. وقلب قلب 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 زي ما انتوا شايفين عشان ياخد طعم. هنجيب العقد بقى بتاعه
ادي العقد المية بتاعه، هنحط ميته وهنملحه، نحط عليه الملح. طبعا ملح الرز بيبقى خفيف. الله عليه، يا سلام يا سلام، شوية رز زي العسل مع السمك. هنغطي عليه بقى لما يشارب معانا الرز. وهنا جبنا شوية دقيق كده في الطبق عشان نبدر بيهم السمك المقلي بتاعنا. وادي السمكة اهي نزلتها في الدقيق. اقلبها كده في الدقيق عشان اما احمرها تبقى حلوة ومقرمشة معانا. وده السمك الشبار بتاعنا، احنا بنقول عليه شبار، انما في بلاد تانية بيقولوا عليه البلطي، احنا بنقول هنا في بورسعيد شبار. وادي التانية هي بنتبلها بالدقيق برضو زي اختها عشان اما نحمرها تبقى حلوة كده ومقرمشة ولها طعم. وطبعا احنا متومين السمك دون بالثوم والكمون والشطة والملح من قلبه ومن بره ومن جوه. ودي قطعة كده من قرموشة كده بالدقيق بنختبر بها الزيت عشان ننزل السمك، ننزل فيها السمك. وهنا كده بدأنا هننزل السمك بتاعنا كده في الطاسة زي ما انتوا شايفين كده. وهنسيبها كده لما تتحمر من الجنب الاولاني. لما تتحمر من الجنب الاولاني نبدأ بقى نقلبها على الوش التاني، تاخد برضو التحميرة من الوش التاني اهو كده زي ما انتوا شايفين. انا قلبتها، بصوا لون السمك وجماله، ايش الريحة بتاعته اللي طالعة جميلة. هنا بقى غرفت الرز اهو زي ما انتوا شايفين. وادي صينية السمك، يا جمالها يا جمالها. وادي السمك المقلي، ودي كابوريا مقدمينها جنب السمكة اهي، كابوريا مشوية، دي كابوريا نتي. وهعرفكم تعرفوا الكابوريا النتي اللي مبطرخة ازاي. بصوا كده معانا، كابوريا النتي بتبقى رسمة الغطا بتاعها على هيئة قبة، قبة زي قبة الجامع كده. دي بتبقى نتي وفيها البطروخ. انما الدكرة بتبقى على هيئة هرم مثلث، انما النتي على هيئة قبة كده مدورة. يا جمال صينية السمك، جميلة جدا وريحتها حلوة اوي اوي اوي. يا رب الوصفة بتاعتنا تكون عجبتكم. وما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب يوصل لكم مننا كل جديد، وانتم وذوقكم. ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام أجمعين. مع السلامة.